الصليب أنا بالنسبة لي المسيح وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. لكن عم بسمع عن الصليب، عم بسمع عن قيامة، عم بسمع عن أمور، فابتديت أنا أكمل معاه لحتى ما قال لي وروح على الكنيسة واسأل الرب، قل له إذا أنت إله الإسلام أظهر لي نفسك، خليني آمن فيك وكمل. إذا أنت إله المسيحية خليني كمان آمن فيك وأبدأ حياة معك. خبرنا شوي عنك وعن حياتك، كيف كانت قبل ما تختبر الرب، تعرف على يسوع. أنا اسمي جمعة خليل. أنا ولدت ببيئة فقيرة، أهلي كانوا فقراء، ما عنا أي شيء، حياة مزارع، بيت مسلم، فتربيت بهالبيئة. وكشخص طفل ربيان بهالبيئة، الأهل مجرد ما يكبر يصير عمره 7 سنين لازم يبدأ يتعلم أمور كثيرة عن الصلاة، عن الصوم وهالأمور هذه. وصلت عمري 10 سنين أنا كنت قارئ القرآن كاملا، وعملوا طبعا احتفال كثير كبير عنا بالضيعة. وبعدين أنا فكرت، قلت إنه الله منه قريب علي، صرت أشعر إنه الله منه قريب علي وكأنه بعيد كثير عني. فابتديت رحت باتجاه الإلحاد وانضميت لحزب اسمه الحزب الشيوعي السوري. بقيت فترة بهذا الحزب، وأنا بهذا الحزب طبعا كنت عم شوف الكون وعم بسأل حالي، يا هل ترى هالكون هذا معقولة ما يكون في له خالق؟ معقولة هذا الكون كله يكون بالصدفة اجى؟ ومن هون ابتدأ البحث عن الإله الحقيقي، لأنه الله في الإسلام أنا بالنسبة لي ما لقيته أنه حقيقي، وكان بعيد عني ومش ممكن يكون في هالعلاقة بيني وبينه. لكن من بعد ما فكرت وصرت أبحث عن من هو الإله الحقيقي، من بعد منها أخي طبعا دعاني لحتى أتوجه باتجاه لبنان. وقت رحت على لبنان اشتغل مع أخي في البداية، طبعا كان صعب، لكن لأنه كنت موجود ببيئة مسلمة واللي حوالي كلهم بيصوموا وبيصلوا، فرجعت للإسلام، رجعت مسلم متزمت أو أكثر من ملتزم، متزمت لدرجة أنه صرت شجع الناس وأقول للناس أنه لازم يروحوا على الجامع، ولازم يصلوا، ولازم يصوموا، لازم يأدوا الواجب تبعهم كمسلمين. فهيدي البيئة يلي أنا أحاطت فيها، وهي البيئة يلي أنا ربيت فيها، لكن كان في فراغ جواتي، وهذا الفراغ كنت أبحث عنه. صرت قرأت كتب فلسفية، اطلعت على بعض الأمور يلي حاولت أنه أعبي هذا الفراغ، لكن للأسف كل ما كنت حاول كان الفراغ يزيد أكثر وأكثر وأكثر. لسنة 95 كان الفراغ كثير كبير بحياتي. خبرنا كيف تعرفت على الرب، كيف كان لقائك مع يسوع، كيف تم؟ الحقيقة فيني أقول إنه الرب هو اللي بحث عني، والرب هو اللي، لأنه هو بيعرف قلبي. أنا كنت عم ببحث عن الإله الحقيقي، ف صار في معي مشكلة مع أخي كرمال عشان مصاري بسنة 95، ببداية 95. ومن خلال هاي المشكلة رحت أنا عم وجه السؤال لصديق لي، هو صديق وهو قريب، هو أيضا مسلم مثلي. فوجهت له المشكلة وشاركته بالمشكلة اللي حصلت مع أخي كرمال الفلوس وكرمال مصاري. فقال لي كلمة، وهاي الكلمة خلتني أسأله عدة أسئلة. قال لي المسيح بيقول إنه كل بيت بينقسم على نفسه بيخرب، أو كل مملكة بتنقسم على نفسها ما بتثبت. فطبعا أنا كشخص رابع ببيئة مسلمة وشخص متزمت بالإسلام بهذاك الوقت وشخص عم صلي وعم صوم، يعني كان صعب علي انه اسمع شخص مسلم مثلي عم بيقول لي كلام من الانجيل. فابتديت اساله طيب يعني شو دليلك انه هذا الكلام اللي عم بتقوله انه المسيح اللي قاله؟ ما نحن بنعرف، قلت له ما نحن بنعرف كمسلمين الانجيل حرفوه، فشو الدليل تبعك؟ كيف انت بتثبت لي انه هذا الكلام هو كلام لانه بوقتها نحن بنعرفه عيسى المسيح؟ طبعا من خلال هاي الأسئلة قال لي أنا آسف، أنا ما بقدر جاوبك، لكن في شخص راح آخذك عليه
وأنت هناك تسأل هذا الشخص ويمكن هو يقدر يجاوبك. طبعا أنا أخذت القرآن معي وكان عندي هدف أنه هذا الشخص المسيحي يكون مسلم مثلي. هذا كان الهدف تبعي وهذه كانت الخطة تبعتي، لكن يبدو أنه الله كان عنده خطة أخرى. ابتدينا بالحديث، طبعا رحنا عند الشخص، حددنا موعد، وصلت أنا وبلشنا. أنا ابتديت أفتح القرآن وأفرجيه مين هو المسيح، يعني كيف نحن بنفهم عيسى ابن مريم أو المسيح. فهو طبعا ابتدأ أيضا يخبرني عن المسيح، مين هو وكيف ولد وحياته والمعجزات اللي عملها. فصار في بيناتنا صراع بيني وبينه، وهذا الصراع انتهى وقت قال لي كلمة كتير أثرت فيني وكتير غيرت فيني، يلي قال الله بيحبك. طبعا أنا كشخص ربيان ببيئة مسلمة كنت ما أسمع هاي الكلمة، أو يمكن مش موجودة بالقاموس. فوقت قال لي الله بيحبك أنا قلت كيف الله بيحبني؟ أنت ما بتعرف حياتي، أنت ما بتعرف مين أنا، كيف عم تقول الله بيحبك؟ فذكر لي الآية اللي موجودة بيوحنا 3:16 اللي بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فقال لي مين هو العالم؟ قلت له العالم المسيحي. قال لي لا، محبة الله هي لكل الناس، هي للمسيحي، هي للمسلم، هي للدرزي، هي لكل الناس لا يعرفوا الحق والحق يحررهم. بعدين أنا طبعا يعني بهالصراع وبهالنقاش قلت له بتعرف بدي أخبرك خبر، إنه أنا الله ما راح خليه يحاسبني، لأنه هيدي مشكلته هو. ليش خلقني ببيت مسلم؟ لو أنا بدي أني مسيحي، لو أنا بدي أني أكون فعلا مسيحي كان خلقني ببيت مسيحي. فطبعا فاجأني وقال لي لا، الموضوع ما له علاقة بأنه أنت تخلق ببيت مسيحي أو ببيت مسلم، الموضوع بيتختص بعلاقتك الشخصية مع الرب. هذا هو المهم، أنك أنت تقبل يلي عمله المسيح على الصليب. طبعا بالنسبة لي كمسلم عم بسمع هذا الكلام، كان كلام كتير صعب وكلام مبهم. الصليب أنا بالنسبة لي المسيح وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. لكن عم بسمع عن الصليب، عم بسمع عن قيامة، عم بسمع عن أمور. فابتديت أنا أكمل معه لحتى ما قال لي وروح على الكنيسة واسأل الرب، قل له إذا أنت إله الإسلام أظهر لي نفسك، خليني آمن فيك وكمل. إذا أنت إله المسيحية خليني كمان آمن فيك وأبدأ حياة معك. قلت له طيب أوكي. فأخذت منه الإنجيل وابتديت طبعا أقرأ بالإنجيل وابتديت أروح على الكنيسة. طبعا في البداية كان الموضوع يعني زي واحد رايح على بلد جديد، على كأنه لغة جديدة، كأنه شيء جديد بالنسبة لي، لأنه ولا مرة أنا فكرت أنه هذا الأمر يتم. بس كان في مقولة دائما يقولوا لنا إياها وقت كنت مسلم، بيقولوا أنه المسيحيين بس بيوصلوا على الكنيسة بيسكروا الباب بيطفوا الضوء وبيصيروا يعملوا حاجات مش منيحة. فأنا على يعني بعدني بهالروح أو بهالنفسية أو بهالفكر رايح. لكن أنا وقت وصلت على الكنيسة وصلنا طبعا لقينا الضوء مطفى ولقينا الباب مسكر، قلت يمكن يكون مزبوط عم بيقولوا. لكن وقت دقينا الباب وانفتح الباب، المنظر اللي شفته هذا عمره اليوم بحدود 29 سنة تقريبا أو الأكثر، 29 سنة تماما. شفت منظر لا يمكن أني أنا أنساه أبدا. شفت أخوة وأخوات راكعين وعم بيصلوا بدموع. ما بنسى كلام أخت أو صلاة أخت كانت عم تصلي، عم تقول له يا رب، وهي مش شايفتني إنه أنا دخلت وصرت جوا، عم تقول له يا رب في ناس كثير عم يبحثوا عنك، عم يبحثوا عن الإله الحقيقي، افتح لهم قلبهم، افتح لهم عيونهم، افتح لهم ذهنهم لحتى يعرفوك. طبعا بعدين أنا كملت روح على الكنيسة بغض النظر عن أهلي عن إخواتي، كنت روح بشكل سري جدا، وكنت دائما اتلفت حوالي وانا رايح على الكنيسه خوفا من ان يكون حدا متابعني او ملاحقني ويفسد علي لاهلي. الى ان اجى اليوم يلي صارت فيه المواجهه الحقيقه مع يسوع. وقت القسيس كان عم يحكي عن الخطيه وشو بتعمل الخطيه، وين الخاطي بيروح. فكان عم بيقول انه انت خاطي، انت رايح على جهنم بدون يسوع، اذا ما قبلت المسيح رب ومخلص على حياتك انت رايح على جهنم.
وبعدين طبعا من بعد ما خلص قال اللي بيحب يرفع ايده لحتى نصلي من اجله. فيك ترفع ايدك وتنزلها لحتى نصلي من اجلك لتقبل المسيح رب ومخلص. انا للاسف ما قدرت ارفع ايدي ولا قدرت اتحرك، لكن رجعت على البيت بطريقه مختلفه تماما. كان في واضح علي التعب، وكان واضح علي انه في شيء ثقيل، لدرجه انه حتى احد الشباب شافني قال لي في حدا مريض من عائلتك؟ في حدا في شيء بيقدر يساعدك بشيء؟ طبعا قلت له لا شكرا شكرا، ودخلت على غرفتي ركعت، وهنيك ابتديت ابكي. بعدين رفعت ايدي وصرت اتكلم مع الله كلام عادي بسيط جدا. صرت اقول له يا رب انا سمعت انك انت حي، أنا سمعت أنك أنت موجود، إذا أنت حي وإذا أنت موجود أعلن ذاتك لإلي، تعال لقلبي وغير لي حياتي. طبعا هذا الكلام ما حدا علمني إياه، ما حدا قال لي بتصلي هيك أو هيك أو هيك، لكن هو كلام نابع من قلب شخص كان عم يبحث عن الإله الحقيقي ووجد هذا الإله الحقيقي، فكنت عم صلي له. ما بقدر اوصف ولا بقدر لا الكلام بيوصف اللي صار، لكن بقدر اقول انا من هذاك الوقت او من هاللحظه هاي صار في عندي سلام كامل بقلبي، وبعرف انه انا صرت ابن للرب. كيف توصف حياتك هلا؟ شو التغيير يلي صار معك من بعد ما قبلت يسوع مخلص لحياتك؟ طبعا انا قبل ما اعرف المسيح كرب ومخلص لحياتي كنت انسان عادي، يعني الكذب طبيعي بالنسبه لي، غش طبيعي، اسرق ما في مشكله، يعني هالامور هذه كانت بالنسبه لي عاديه جدا، او غش او هذا ما في اي مشكله يعني، او اشرب حتى لو كنت صلي، لانه كان مبدا انه ساعه لك وساعه لربك. لكن من بعد انا ما عرفت المسيح اكتشفت انه الموضوع منه موضوع بس ايمان، انه مش بس انه امنت بالمسيح واصبحت، لا، الموضوع اعمق. الموضوع لازم يكون في عندي علاقه شخصيه مع هذا الاله، وهي العلاقه بتنعكس على حياتي، وبالتالي صار في تغيير كثير كبير. طبعا مش من يوم وليله، مش انه انا وقت صليت هي الصلاه وثاني يوم انا خلص صرت تمام، لا بالعكس، انا كنت عم بتصارع، وكنت دائما اطلب من الرب يا رب ساعدني. كنت احلف كثير، فكنت دائما اقول له يا رب ساعدني لحتى ما احلف، ساعدني لحتى ما اكذب، ساعدني لحتى ما اسرق، ساعدني لحتى ما اعمل هالاشياء. طبعا مع الوقت ومع قراءتي للانجيل ومع الصلاه صار هذا التغيير يلي هو انا بقدر اقول تغيير جذري. اصبحت انسان اخر كليا، حتى الناس اللي كانوا يعرفوني قبل وشافوني بعد قالوا مستحيل انت تكون نفس الشخص يلي كنا بنعرفك من قبل. فالناس شافوا هذا التغيير بحياتي، وحقيقة هذا هو المطلوب منا نحن كمؤمنين مسيحيين. الإيمان إذا ما غيرني من جوا، إذا ما غير حياتي، إذا ما غير قلبي، إذا ما غير سلوكي، أنا لازم أرجع وراجع إيماني، أي نوع من الإيمان. لكن أنا هذا الكنز يلي أنا لقيته يلي هو يسوع، بحب شاركه مع كل الناس. بحب اقول لكل شخص هلا بهذا الوقت عم بيحضر هذا الاختبار او عم بيحضر عم بيشاهد، بس بدي اقول له شيء واحد بسيط جدا: معرفتك للاله الحقيقي هي اللي رح تخلصك. بحثك، اذا كنت انت عم تبحث ووصلت للحظه لقناعه واكتشفت فيها انه يسوع هو الحل، ما تنتظر، ما تستنى وتقول طيب خليني اتاكد، طب خليني اشوف. مجرد انت ما اكتشفت هالكنز، امتلك هذا الكنز وخلي هذا الكنز هو يلي يقود حياتك. لكل شخص عم بيشاهد هلا بقول له انه محبه الله هي لك انت. الله احبك انت بالذات، احبك انت بالذات، وهي المحبه هي محبه مجانيه، هي المحبه بدون اي استحقاق، ونعمة الرب هي متاحة لنا بكل وقت. فخلينا نحن ما تضيع الفرصة، اوعى تضيع الفرصة من ايدك، اوعى تضيع الفرصة من ايدك، يمكن هاي الفرصة ما بتتكرر. فبما انه هاي الفرصة متاحة، بدي ادعيك خيي واختي لحتى تفتح باب قلبك للمسيح وتقول له تعال ادخل وانت غيرني، لأنه أنت ما فيك تغير حالك، لكن المسيح فيه يغيرك. كل ما قربت من المسيح، كل ما تقرب من الضوء، وجهك بينور أكثر وتكتشف الحق أكثر،
وكل ما اقتربت أنت من النار الأشياء الغلط اللي بحياتك كلها بتحترق وبتذوب وبتروح. بعدين وقت بتقبل يسوع بتصير إنسان جديد بقلب جديد بفكر جديد بأهداف جديدة. بدعيك لحتى تبحث عن الحق، لأنه الكتاب المقدس يقول تعرفون الحق والحق يحرركم.